التصرف هذا لو كان متعمد والتجاهل المتعمد، الاتحاد الأردني لازم يتخذ إجراء صارم مع هاللاعبين، لأنه أكيد هالتصرف ما بيعكس أبدا الروح الرياضية اللي بيتمتع فيها المنتخب الأردني ولاعبين المنتخب الأردني، أيضا الجماهير الأردنية. أدري منو أنت أرجنتين، برازيل، فرنسا، منو أنت؟ منتخب المغرب اللي محقق رابع العالم وبطل العالم للشباب، بطل كأس العرب، وأسماء ونجوم، كل تواضع واقفين ومسوي لكم ممر شرفي يا منتخب الصدفة، تجون ما تسلمون عليهم؟ لا 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 لا, لا. تصرف غير سليم من لاعبين المنتخب الأردني. مدرب المنتخب المغربي يحاول يحييهم، تجاهلوه بشكل غريب. مو هاي أخلاقنا ولا هاي أخلاقكم يا أهل الأردن، نعرفكم شنو. بعدين يزيد أبو ليلى بالمباراة الماضية هو اللي انتقد الكبرياء وانتقد سالم الدوسري ويقول ما سلم علينا زين. لا لا لا، مو صحيح مو صحيح. أنت خسرت، بس خسرت مرفوع الرأس، خسرت بشرف. هذا التصرف غير مقبول. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني تصرف أبدا مو مقبول، نهائيا مو مقبول. وأنا متأكد حتى الجماهير الأردنية يعني مو رضيانة على الشيء اللي صار. يعني مباراة بالنهاية فيها الفوز وفيها الخسارة. ولسه من كم يوم يعني بالمؤتمر الصحفي بعد مباراة السعودية، حارس المنتخب الأردني أبو ليلى طلع يحكي على ياسر الدوسري إنه ما سلم وكذا، طلع ينتقدوا. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كرة قدم بالنهاية لك يا جماعة، فوز وخسارة. الله يهدي النفوس أحسن شيء. شاوينا يزيد الشالة من بعيد ما يطلع ينتقد تصرفات لاعبين منتخب بلاده. قبل يومين طلع انتقد سالم الدوسري وقال سالم سلم علينا بتكبر، وهو كذاب قسم بالله العظيم. سالم سلم عليهم حال اللاعبين. بس البارحة هاي اللقطة الغير اخلاقية لك هو طارق السكتيوي، انت سامع من نقول له هذا البشر خلقه واخلاق؟ اي والله العظيم خلقه واخلاق. وانتو يا لاعبين المنتخب الاردني ايش دعوه هالتكبر والتعالي؟ منو انتو؟ برازيل زمانكم؟ لك وينكم منتخب ما عنده بطولة؟ واذا صعد نهائي كأس آسيا، واذا صعد نهائي كأس العرب، استشنوا يا عم استشنوا. موجهة اللاعبين الأردن، ترى هذه مجرد لعبة كرة قدم، فلا تخسر الأخلاق والروح الرياضية مجرد أنك خسرت هذه المباراة. مدرب يعني في عمر والدينكم وماد يده وتطنشونه ما تسلمون عليه. على فكرة تراك تعكس أخلاق شعب كامل، والحمد لله أني أعرف الأردنيين وأروح وأجي وأعرف أنهم ما هم بهذه الأخلاق صراحة. فأطلب منكم مراجعة حساباتكم يا لاعبين الأردن وسلامتكم. تصرف كان مخجل وسلوك مو حلو بدر من اللاعبين. انه مدرب طارق سكيتوي رغم انه يفايز ومنتصر واخذ البطولة، ولكن كان متواضع. لاعبين المنتخب الاردني بعضهم ما ردوا السلام عليه ولا اعتبروا له اعتبار، ولا كان تصرف غير لائق وما بأي تقدير. تعرفون هذا المدرب يعني ثروة للمنتخبات العربية وللجمهور العربي. هذا المدرب أكثر مدرب متواضع. هذا المدرب خسر منتخبات كبيرة، منتخبات عالمية، وما حد تصرف وياه التصرف. هذا المدرب يستحق كل الاحترام من الجمهور العربي، لأن قدم فريق من أسماء مو من الصف الأول، ولكن ما كان اكو اختلاف بأدائهم من أداء المنتخب الأول المغربي. فشكرا طارق سكيتوي، مدرب ولا أروع. حارس المرمى اللي رفض يسلم على مدرب المغرب هو مش كل منتخب الأردن ولاعبيه والله إنهم أوادم ومحترمين ومربيين، ولكن هذا الشخص مش عارف هذا لمن طالع ولا شيء تساوى. إشي بيخزي يعني كنت ما تكونش عندك روح رياضية وترفض تصافح مدرب المغرب يا حارس المرمى. هذه أكثر لقطة محزنة ومستفزة في نفس الوقت، وتبين قلة الاحترام من لاعبين الأردن تجاه مدرب المغرب. مدرب المغرب مد يده لمصافحة لاعبين الأردن، مواساة لهم، إلى أنهم ما ردوا المصافحة بل تجاهلوا المدرب وراحوا لمنصة تتويج. المصيبة والكارثة مو هنا، المصيبة والكارثة حارس الأردن أبو ليلى قبل 3 أيام أو يومين مع سالم الدوسري كابتن السعودية طلع وقال رسالة لسالم الدوسري: أتمنى التواضع، أنت لاعب كبير،
قبل المباراة لم يسلم علينا بشكل جيد، وحقيقة استغربنا جميعا ما قام به. أتمنى منه أن يتعلم من ياسر قحطاني. طب أنت لاعبين منتخبك كلهم ما ردوا المصافحة على مدرب المغرب، هذه قلة احترام. ما ودي أكثر صراحة، لأن الموقف صراحة مستفز جدا للأمانة. ولكن في لقطة ما كان لها داعي، بدأ المنتخب الأردني يعني شوية مشحون، وما كان في نوع من المصافحة للاعبي المنتخب المغربي، وبالتحديد للمدرب المغربي طارق السكتيوي. ومع هذا ومع التجاهل اللي حصل للمدرب، يعني كان المدرب يحاول يواسي لاعبي المنتخب الأردن ويواسيهم يعني كنوع من تقدير لجهودهم في هذه النسخة بأسلوب رائع وتواضع، يعني رغم أنهم تجاهلوا في أكثر من مرة، ولكنه كان أيضا مصر وملح أنه يعني يطبطب عليهم وكنوع من التقدير والاحترام في شكل يعني في صورة جدا رائعة. والله أنا سعيد جدا لهذا المدرب، مدرب محترم، مدرب خلوق، يعني الإنسان فعلا سبحان الله التوفيق له أسباب، وأنا متأكد أنه من أسباب توفيق ونجاح الشخص هذا التواضع. في الأخير، ما رأيكم فيما حدث؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.